بقى ايه علب. تعالى كده يا مازن وريهم شكل الكوسه عامله ازاي. تسلمي يا ام جنى. بصوا يا ولاد الكوسه عامله ازاي. تسلمي يا ام جنى، تسلم ايديكي. واللحمه فيها اهي. الله الله عليك يا ام جنى. كوسه مفيده برضه. والله العظيم الرحيم. بصوا انا هصفي البصل حسبي الشرب وارجع لكم. ياكلوا السنه اهو عشان جانا تاكل معايا. كلنا هنعمل ريجيم يا ولاد وريان. عايزين بقى خيار اللي احب يا ابني بحب. تعمل ايه يا حاج باز؟ بشوف البتاع دي هتركب ازاي. هوريهم اعملها لكم يا حبايبي. عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعه. بصوا بقى صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو الجميل ده اهو. عايزه اقول لكم بصوا انا من قبل ما اروح جيم وانا عرقانه يعني. يابا لسه لابسه الطرحه اهو. فحاجزه جيم انا وجنى ورايحين. طبعا من يوم ما حجزت ريان ابو عين مقوره. تعالى ابو عين مقوره بيقول كل ما يجي يتكلم يقول لي يا ماما هو انتوا يا بختكم يا ماما هتروحوا جيم يا ماما. مازن احكي لهم يا مازن من ساعه ما حجزنا الجيم ريان عامل ايه؟ انت يا ماما رايحه الجيم. انا عايزه العب كوره يا جماعه. بصوا اقسم المفروض ابوه اصلا يقدم له في مركز شباب او حاجه. المهم فانا دلوقتي مش عارفه يومها هيبقى ازاي. المهم هاخد جنب بقى ونروح نلعب جيم. احنا كل ده احنا اتاخرنا بسبب ان انا يعني انا خدت بنطلون جنى بنطلون جنى جه مقاسي. انا مش مصدقه. مازن عمال يقول لي ازاي بنطلون جنى؟ ايه ده احنا قعدنا بنلبس بناطيل. كلم يا مازن. كنت بلبس بناطيل ولا ما كنتش بعرف البس بناطيل؟ بس بناطيل اللي هي الداخليه، البناطيل البيت اللي هي انا لابسه اهو يا جماعه عبايه سمراء. المهم فلبست بنطلون من بتاع جنى ولبست كوتشي. انا ما بلبست كوتشي، انا بلبس شباشب. المهم فمازن مستغرب يعني ان انا مقاس جنى جه مقاسي. فاحمدك واشكر فضلك يا رب. هم عشان قاعدين معايا على طول، وبيشوفوني فشايفيني ان انا فعادي. فانا طبعا اقسم بالله العظيم انا خسيت. فانا دلوقتي بقى هاخدكم ونروح هنروح الجيم. هنشتري ميه وخلاص. عايز حاجه مننا يا مازن؟ اجي الاقيكم عاملين لي الغدا. معايا الفلوس ومعايا الكروت ومعانا معايا حاجتي كلها اهي. المهم طبعا انا كنت غاسله ده فم غسيل انا غسلاه. وما اجي بقى هنشره. هم هيشيلوا لي بس من الغساله وما ابقى اجي انشره ونشوف هيبقى يومنا ازاي. وادعوا لي بقى ان انا اقدر اكمل. انا اصلا المفروض كنت رحت جيم من اول شهر. انا غبيه جدا على فكره. اهو بيتحاسبوا اهو. مازن بيحاسب جنى. يلا اشوف وشكم على خير. اشوف وشهم هم مش وشكم انتوا. يلا يا جماعه بقى ادعوا لي. مفتاح؟ انت هتخرج طبعا صح؟ وهتسيب ريان. احمد زمانه جاي. هسيب لهم مفتاح. انا هسيب لهم مفتاح. هديكم مفتاح معاكي. احنا هنتصل بيك بقى. انت خلي معاك تليفون واحنا هنتصل بيك. يلا يا جنى اتاخرنا على الجيم يا جنى. يلا يا ولاد عشان نروح نلعب على الجيم يا ولاد. نركب توك توك. يلا يا جنى احنا رايحين نلعب رياضه. طب يلا يا جماعه انتظرونا. الفيديو النهارده هيبقى ممتع. عايزه اقول للناس اللي بتقعد تقول لي يا ام جنى صور لنا في الجيم. ما ينفعش ان انا اصور في الجيم بقى الاول كده عشان في ناس بتقول لي صوري في الجيم. ينفع ان انا اروح جيم عارفه ان الجيم ده كله حريم والبنات كلها بتبقى يعني كده يعني ونصور؟ ما ينفعش. زي اللي انا مرضاهوش عليا وعلى بيتي وعلى دي الكروت بتاعتنا والفلوس. جايبها منين الفلوس دي؟ ايه دي؟ مش دي كانت الفلوس كانت في البوك. طب ما انا بتكلم جنى مديها البوك معاها. خلاص امسك اللي انت عايز تعمله اعمله ويلا امسك بقى. المهم المهم فانا اللي انا ما ينفعش ان انا اصور في الجيم. انا ممكن اصور لكم الجيم من تحت وانا داخله لكن من جوه الجيم نفسه. او ممكن اصور لكم مثلا خلي جنى تجيب الكاميرا عليا مثلا وانا واقفه على المشايه وانا برضو لابسه وحشمه كده. ما ينفعش. فاهمين؟ في حاجات ينفع تتصور وفي حاجات ما ينفعش تتصور. في حاجات ينفع تتقال وفي حاجات ما ينفعش تتقال. ايه يا جنى؟ يلا يا جنى يلا. احنا خرجنا من الجيم انا والبت جنى. الا عيونك انت بس. بصوا احنا قاعدين في الشارع. انا بتصل بمازن بيجيب حاجات كده واحمد وريان فوق. احمد عمال يقول انا تعبان يا ماما. احمد ما تعرفوش جاب لي برد منين. بصوا بقى ان شاء الله بعد كده اما نيجي نروح الجيم هنروح بدري شويه. فانا مش عارفه بقى اكلهم النهارده هعمل ايه. احنا الساعه تعبنا فيها قوي. امال بقى لو جينا بدري احنا قاعدين الجوهري اهو. ده الجوهري اللي احمد بيحب يشرب من عنده القهوه. الشوارع جميله قوي يا ولاد. ولقيتني بحب وادوب. يا مازن احب وادوب بحب. مش عايزه اروح. الشوارع جميله قوي يا ولاد. بصوا دوب في الحب وصبح وليل وليل
يا ابو لا 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 لا. احنا ما زلنا لسه في الشارع يا ولاد. طبعا مازن اتصل بينا وقلت له بقى عايزين نجيب حاجه انا كده كده عندي بستعمل الجبنه القريش عادي، فقلت له بقى ايه هات لنا جبنه قريش كامله الدسم مش خاليه الدسم. طبعا انا خارجه من الجيم بقالي كتير بس الحمد لله. ايه يا جنة زعلانه ليه؟ لازم بقى يجيب لنا كيلو جبنه قريش عشان ايه نقضيها جبنه قريش وبيض. يلا وما اروح اشوف هعمل اكل ايه. العيال بصوا مصوصوين في الشقه. بكام؟ 119. الكيلو الجبنه القريش ب 119. ايه؟ تاكل نصين اهو عشان جانا تاكل معايا. كلنا هنعمل ريجيم يا ولاد. وريان عايزين بقى خيار. الخيار اللي عندي امبارح في البيت اشتريت. هجيب لك خيار انا. اجيبه منين؟ طب ما اجي معاه. ها؟ عشان عايزه فلفل وشطه. عايزه فلفل وشطه. ما بلاقيش حاجه للسلطه والله العظيم. امبارح كنا جايبين سمك وقلنا نعمل شويه سلطه للسمك، لقينا الخيار كان دبلان خالص. اخد بقى مثلا ونروح نجيب ونشوف نروح نعمل اكل ايه. بصوا بقى يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين انا رجعت البيت لقيت احمد بيطلع في الروح بيفلفص. بس جبت وانا ماشيه الخيار مش عارفه اليومين دول مش حلو ليه. الخيار جايبه الخيار دوت ب 10 جنيه بس انا جايباه عشان ايه الجبنه القريش اللي احنا جايبينها عشان ايه جانا هتبدا معايا الجيم يعني. ماشي. عايزه اقول لكم ان انا هنا ايه سلقت اللحمه. كان عندي حتتين لحمه كده في الثلاجه قلت مسلوهم وقطعت عليهم بصلايه احط عليهم شويه فلفل اسمر وايه واسيبهم بقى ايه يستووا. بصوا بقى انا موريك احمد عامل ازاي. احمد بيطلع في الروح. استنى ادعوا له يا ولاد ربنا يشفيه ده داخل على الامتحانات. استنى نقفل الحله حلو. ومازن بيعمل لي العلفه بتاعت الفراخ. تعالوا كده بصوا صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. احمد نايم اهو. هو بصوا اللي حصل إيه في عز الصيف في حد بيلبس في عز الصيف تقيل وخفيف. يلبس تقيل وخفيف ايه؟ يعني لابس تقيل يلبس جاكيت. تقيل ويتغطى ببطانيه تقيله بستغرب. انا جيت بيني وبينكم من بره لقيت نفسي جعانه. كنت واكله لي تفاحيه. واحمد بقى كان لازم جايب له الدواء ده عشان يديهوله. الدواء ده كان عندنا اصلا قديم يعني مش قديم لا كان عندنا يعني موجود عشان لما حد يتعب يبقى عندنا. اللي هو البروفين كل دوت بديله واحده مضاد حيوي. الحاجات دي كلها. ده من مثلا السكينه دخل اقطع الكوسه في طبق بلاستيك. وريان شكله ايه شم منه. اول مره ريان ما ياكلش ويقول لي يا ماما انا عايز انام انا جعان وعايز انام. انا عارفه ان انا اتاخرت النهارده عليهم في الاكل. تعمل ايه يا حاج باز؟ بشوف البتاع دي هتركب ازاي. هوريه واعملها لك كده غلط. وريه واعملها لك كده تكسرها اقسم بالله. ثانيه واحده يا ام جاني. الفراخ جوه بقى ان شاء الله بكره عايزه اطلعهم فوق السطح. هات كده يا مازن. لا مش بتاعتها ولا احمد شكله شم البتاع ده يا مازن. شم التعب ده من الدروس ولا منين؟ انت جاي منين وريني وانا اقول لك. يا راجل اسمع الكلام. حاضر. ما هي بتعمل كده وريني بس اقول لك بتعمل ازاي. شوف بس شكلها مش بتاعتها. وريني بس اقول لك هتاكلها تكسرها. طب اجربها انا بايديا يمكن ايديا فيها بعطلنا. في واحده بعيده. في ايه؟ طب وريني وانا اقول لك. مش لازم يا مازن. دي اهم حاجه اللي بص كده. الصلاه على النبي الصلاه على النبي. شيلي على اللفه. يا لهوي. بص يا مازن اسالك سؤال. ايه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. استنى كده. صغيره يا مازن. مش هي بتاعتها مش بتاعتها. والله بس يعني هنمشيها عادي. اهي حلوه قوي. دخلنا 2 الثالثه مش مشكله. حطها لي الفراخ كده وخلاص. بس لو قول لي بس السكينه اللي انت عشان اقطع الكوسه اعمل لهم النهارده شويه كوسه وكوسه ورز ولحمه. تجيب لي يا ميزان السكينه ولا هتيجي على فكره الثلاثه. الثلاثه ماما. 3 ماما. بوس ايدك كفايه. يلا يا مازن بقى بالله عليك. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه اقسم بالله برضه انا تعبانه عشان ما حدش يقول لي انت عماله تقولي لجوزك قوم هات السكينه. انا مش عايزه اقول لكم ان طول ما انا ماشيه مازن جه عند الجيم وخدناه ورحنا جبنا حاجات. طول ما انا ماشيه عماله اقول لمازن انا تعبانه. ما هو انا مش لازم اقول لكم يعني اما اتعب شويه اقول لكم انا تعبانه. عارفين انا بقالي على فكره يجي من الاسبوع اللي فات ما باخدش المقويات بتاع الدكتور محمد شاكر. بصراحه امي فاتت عماله تقول لي ما ينفعش كده لازم تيجي. وانا بيني وبينكم في حاجات تانية وبسافر حتت تانية وبحاجات تانية كده بعملها. فبيني وبينكم يعني ايه ابص ايه ده. سيب دي دلوقتي وتاخد السكينه خلاص اعمل الكوسه.
يلا خد يا ابو جد. يلا. الف سلام عليك يا احمد، ادعو لاحمد ربنا الف سلام يشفيه عليك يا احمد. بعد الشر، ولا شر ولا حار. بتقول لهم حطوا اللايك؟ وطب والله كده انت تقول لي حلوه يا ام جد. ماذا احمد بيقول لي انا بقول لهم حطوا اللايك، يبقى اقول له عايز دي حلوه كام؟ يعني؟ طب اساله هو عايز كام مني؟ ايه؟ دي حلوه. تسلم ايدك يا ماز، جبت التايه. لسه صغيره شويه. يلا يا جماعه نقشر الكوسه وبعد كده يكون اللحمه استوت، نقوم نعمل ايه؟ شويه رز بشعريه وما تنسوش اللايك. يلا راجعين لكم. حلو. حلو. ايوه حلو يا ماز، انا بصور. بصوا انا جعانه قوي. تعالوا بقى نعمل ايه؟ اللهم صل على النبي. بصوا انا شلت اللحمه بس انا بحب اللحمه. بصوا الميه زلاني، الميه زلاني. إيه اللهم صل على النبي. بصوا بقى هعمل ايه؟ هصفي اللحمه الاول، هصفي الشوربه عشان مش بحب البصل يبقى باين في الاكل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا هصفي البصل حسب الشرب. وارجع لكم. بتاع سخنه مولعه. عايزه بقى اقول لكم ان انا ايه؟ بحب الشوربه تبقى متصفيه من الايه؟ من البصل. انت عايز تشرب شوربه يا مازن؟ يا ريت يا ريت والله. احنا هنعمل بالشوربه كوسه. مازن فاكر ان هو يعرف يضحك عليا. بصوا بقى وتعالى كده يا جينا اوريها له. دي اللحمه اهي يا ولاد اللي انا عملتها ماشي، والكوسه اهي. هنزل الكوسه. يا لهوي يا مستهوي. ماشي انا مش عارفه عشان عملت طماطم كتير بس حلوه يعني. ما انا وريتها لك. يلا عشان الكوسه تبقى حلوه كده. بالصلاه على النبي. بصوا بقى انا حاطه في الشوربه الملح والايه والفلفل الاسمر، فمش محتاجين ولا هحط بصل لان انا ايه بقول لكم انا بحب اعمل الطبيخ بالبصل، بحب احرق البصل، فانا مش هحرق ايه البصل. عايزه ابقى اوريكم الرز كمان بالمره. انت مش هتشيل الكوسه اللي وقعت؟ ايه الكوسه وقعت. حاضر. بصوا بقى جانا عملت شويه رز بشعريه اهو. بصوا عاملين ازاي؟ اوعى الكم اوعى الكم. مازن خايف على الكم. بصوا الرز هو ده بيقرب للنار. فين يا مازن هتخوفني من الكم ليه؟ بصوا يا ولاد الرز بشعريه جميل ازاي؟ ده كان الاكل بتاعنا النهارده. اجيب لك يا ولدي احمد شويه رز وشوربه يا ولد؟ ها؟ اجيب لك شويه رز وشوربه. احمد بيموت. بصوا شكل احمد عامل ازاي؟ قول لهم ادعوا لي. حطوا اللايك يا ابن الهبل. بقول لك قول لهم ادعوا لي. اجيب لك شويه رز وشوربه صغيرين كده عشان تاخد الحبوب. ماشي. يلا هحط له بقى ايه قبل ما احط. ما انا حطيت صحيح الكوسه على طب كده احنا نعرف يشرب. كل بقى كوسه. يلا الكوسه حلوه كده عموما، والخضار حلو عموما يعني. الصلاه على النبي. جرب تعمل الرز، ما تمليش الرز كتير كده يا جنى. ولا انت جعان قوي يا مازن؟ جعان ميت من جوع يا ام جوجو. مازن جعان. ام جوجو ميت من جوع. بسم الله الرحمن الرحيم. نفصل الكاميرا بس على بالي ما الكيس يفتح واوريكم شكل الكوسه. اهدي اهدى على ايه يا مازن؟ اهدي سخنه لسه. ما هي فست اهي. قصدي عملت ايه يعني الهواء خرج منها. يا بنتي خايف عليك. لا اله الا الله. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. صلوا على النبي. الميه جت يا ام جنة. واللي ما حطش اللايك يحط اللايك. سيروا مامة طعم الكوسه دي كده. كانت في معلقه صغننه انا كنت باكل بيها. لا الكوسه اتهرت، الكوسه حلوه. تسلمي. يا احمد هتاكل كتير ولا لا؟ احمد جعان قوي. انت جعان قوي؟ ميت من جوع. لا جعانين قوي على فكره. حط ملح على الكوسه. يا ترى ملحها قليل؟ انا اصلا ما حطيتش ملح. ليه كده؟ حط ملح. خليها مسلوقه في مسلوقه كده. يا اختي الكبشه التانيه فين؟ شكرا يا جنى. هجيب بقى ايه علب. تعالى كده يا مازن وريهم شكل الكوسه عامله ازاي. تسلمي يا ام جنة. بصوا يا ولاد الكوسه عامله ازاي. تسلمي يا ام جنة، تسلم ايديكي. واللحمه فيها اهي. الله عليك يا ام اللحمة. جنة. كوسه مفيده برضه. والله العظيم جميله. مفيده يا ام جنة. انا بقى بحب اعملها لهم برضو بلحمه مفرومه. حلوه. جامد. لحد بقى الاكل. نشوفكم على خير. ما تنسوش اللايك